الناس الطيبين دول؟ قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا ما جنهم الظلام نصبوا إلي أقدامهم، يعني قاموا بين يدي الله خلوة بك، لازم يكون لك خبيئة مع ربنا، بعيد عن الصلوات المفروضات، قيام الليل، المناجاة، لذة المناجاة. نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم وناجوني بكلام بالقرآن الكريم وتملقوني بإنعام. أعطيهم ثلاثا: أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. دي أول نعمة، أول فضل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لهؤلاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في موازينهم لاستقللتها لهم. آخر حالة قال: أقبل عليهم بوجهي أترى من أقبلت عليه بوجهي أيدري أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ يريد طبعا أن يعطيه الرحمة والمغفرة. ولذلك لما سألته السيدة عائشة: ما أقول إن أريت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم استر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا. اللهم تقبل منا ما مضى من صيامنا وأعنا على طاعتك فيما بقي من عمرنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا. نريد بس إذا ممكن بعض الآيات من القرآن الكريم تقرأ تسلمنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت
المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان